السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ اهلا بيكم مع بابا عمر. بصراحة حلقة النهاردة انا اترددت كتير قوي عشان اطلع اتكلم فيها. ال الكلام فيها تقيل قوي على لساني، بس يعني انا لما قريت الكلام دوت وسمعت الخبر ده، قلت الناس يعني مش هيعجب، يعني هتنتفض للكلام ده، مش هيعجبها يعني. لكن خلاني قلت اطلع اتكلم معاكم ان انا فوجئت ردود افعال الناس. ده في ناس مأيدة الموضوع، اللهم احفظنا يعني. طيب هو ايه الموضوع؟ بنت بنوته كده صغيره في جامعه سينا في كليه طب اسنان، كتبت تويته على تويتر. انا عايزكم تتمالكوا اعصابكم وانا بقرا لكم هي كتبت ايه. بتقول: انا مؤمنه بالله والحمد لله، بس مش مؤمنه بمحمد، واذا كان محمد هو اللي هيدخلني الجنه، جنه الدعاره والخمر، فانا مش عايزه ادخلها. انا كبنت اتكسف ادخل جنتكم اصلا، وبالنسبه للحجاب اللي انا لابساه عشان المجتمع المتخلف اجبرني البسه. استغفر الله العظيم يا رب، سامحني يا رب ان انا بقرا كلام زي ده. بنت 20 سنه كاتبه تويتر زي كده. طيب اخر حاجه هتكلم عليها البنت. الناس بقى ردود الافعال، ردود افعال تخض. ناس كاتبه دي حريه شخصيه، وهي الجامعه تحولها للتحقيق ليه؟ دي حريه شخصيه والجامعه تحولها للتحقيق ليه؟ اقول لك يا حبيبي انت وهو، ليه الجامعه تحولها للتحقيق؟ دي مش حريه شخصيه، ده ازدراء اديان واهانه للنبي الكريم وتكذيب بايات ربنا. ودي كاتبه في منصه عامه تنشر افكار مشمومه بتسبب فتنه. دي طالبه في قلب جامعه معاها زملاء وده فكرها. لازم تتحول للتحقيق عشان ما تأثرش، تبقى زي الجرثومة اللي في وسط الناس. اللي قلت كده واضح انك عمرك ما مسكت مصحف وقريت ربنا بيقول ايه في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم: لئن سألتهم ليقولن كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة. صدق الله العظيم. ده اسمه قلة أدب. الجنة اللي حضرتك مش بتوصفيها بالألفاظ البشعة دي، نتمنى كلنا ندخلها. دي مكافأة ربنا لعباده الصالحين. الفكرة هنا يا جماعة مش في كده. البنت أنا حاسس إنها عايز تتعالج نفسيا، يعني دي واضح إنها ما نشأتش في بيت فاهمة يعني إيه دين. أنا ما بخاطبش أديان. بنت طالعة بتتكلم على النبي وعلى الجنة وعلى الحجاب بالأسلوب ده. لو طبقنا الشرع مرتدة، ولو طبقنا القانون من 6 شهور ل5 سنين. طيب البنت أنا شايف، يعني أنا رغم إن الكلام قاسي أوي أنا بقوله، اللهم احفظنا يا رب، يعني سامحني يا رب، استغفر الله العظيم إن أنا قلت الكلام ده. البنت دي عايزة معالجة نفسية، نشوف دي نشأت إزاي واتربت إزاي. هي بتقول لك أنا مؤمنة بالله والحمد لله في أول كلامها، مؤمنة بالله والحمد لله، وبعدين دخلت قالت في تناقض، في حاجة مش مظبوطة. الجنة اللي كلنا بنسعى لها، اللي خايفين
من مقابلة ربنا، خايفين من ذنوبنا، تقول مش عايز ادخل جنتكم. لا لا، دي عايزه دكتور نفساني، عايز تتعالج. شاف ديت نشأت ازاي؟ شافوا بقى الموضوع كله الناس بقى الملحدين بقى اللي هم معاها دول، ومسكوا في الولد اللي جاب التويته ووداها لإدارة الجامعه، وبناء على إدارة الجامعه حولتها للتحقيق. واكاذيب بقى، ده بيهددوها، دول اخوان، دول سلفيين، ده هيقتلوها. لا يا بابا، طبيعي اي واحد مسلم غيور على دينه هيدافع على دينه. اضعف الايمان نقطع الكلام ده من جذوره. احنا ما نملكش نحاسب حد ولا نقتله ولا الكلام الفاضي بتاعكم ده، بس تتحاسب، تبقى عبره لاي حد يفكر يتطاول على الدين. موضوع صعب قوي، انا مش عارف اجمع الكلام، انا الموضوع خضدني. وبعدين بنرجع نسال حياتنا ليه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. بتسألوا ليه العيشة كده؟ عملنا عشان في نماذج زي البنت دي، في نماذج زي اللي دافعوا عنها، في ناس ما قالتش صح وغلط. انا قعدت يوم اطلع اتكلم ولا ما اتكلمش، بس لازم نتكلم ونفهم ولادنا، ونشوف ولادنا بيصاحبوا مين، بيقعدوا مع مين، بيقروا ايه. دي في كلية طب، ده هتطلع دكتورة. افكارك بقى لنفسك، ما تطلعيش تنشريها على عامة، ومنك للي خلقك في الاخرة، مش بتاعتنا دي بقى. لكن تطلعي على عامة وتلوشي سودان ولادنا وتلعبي في افكارهم بكلام زي ده، في حساب، في حساب. لما اتكلمنا طلعوا الملحدين اتهمونا ان احنا ارهابيين وسلفيين وناس حافظه مش فاهمه. ده انتوا لما بيطلع حد، اي حد فينا لما بيطلع حد يغلط في البلد بيقول لازم يتحاسب، ده بيعمل ليه كده، ده بيعمل فتنه في البلد، بيعمل شريعه. فما بالك غلطت في الدين، غلطت في نبي الله، غلطت في الحجاب، غلطت في الجنة اللي ربنا ذاكرها في القرآن، وكل حياتنا محورها الجنة، إن إحنا عايزين نبقى كويسين عشان نقابله يرضى عننا يدخلنا جنته. أنت إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا بقرا الكلام وكان قلبي بيتقطع. أنا شايف البنت دي الأول بتعمل طبيب نفساني، لأنها في الأول هي صغيرة، عندها 20 سنة، يعني أنا مش فاهم برضو، أو 19 كمان. في حاجة غلط، في حاجة غلط. يعني لو هو ده بقى فكرها وده منهجها، هي كده فعلا تحاسب بقى. لكن خلوا بالكم ان في ناس في وسطينا عايشه على الكلام ده ومأيداه. الناس دي اللي خضتني، الناس دي خلتني تتكلم. الناس بتقول دي حريه شخصيه، واحد داخل بيقول له باي حق الجامعه تحولها للتحقيق بتهمه ايه؟ انتوا في ايه يا جماعه؟ انتوا في ايه؟ انتوا انا يعني اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا. الواحد مش عارف يجمع في الكلام والله. خلي بالكم من ولادكم، شوفوا بيقروا ايه، بيصاحبوا مين. كلام زي اللي البنت كتبته دوت كلام قاسي قوي وجامد قوي، صعب 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 قوي. انا مؤمنه بالله والحمد لله، بس مش مؤمنه بمحمد. واذا كان محمد هو اللي هيدخلني جنه الدعاره والخمر، فانا مش عايز ادخلها. انا كبنت اتكسف ادخل جنتكم. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا دي مش طبيعيه يا جماعه، دي مش طبيعيه.
دي لازم نشوف ايه، تشوف ايه قصتها دي. ده في حاجه مش طبيعيه. والناس اللي بتقول الكلام دوت نتصدى لهم بالحق، يقطعوا الفتنه من جذورها، وربنا يلطف بينا وبولادنا وببلدنا. ربنا يلطف بالجميع. ومعذره على الانفعال يا جماعه، بس الموضوع كبير قوي والكلام كان تقيل. فربنا يلطف بينا وبولادنا، ونشوف إدارة الجامعة حاولتها التحقيق، الوضع هيوصل لإيه، البنت إيه وضعها إيه، الدنيا فيها إيه، وربنا يلطف بالجميع. وعايزين في الفترة دي يعني برضه عشان إيه ما حدش يستفز حد في تعليقات أو يخش معاه في تعليقات، الموضوع يعني إيه يكبر مننا. لا، هو في حالة إحنا بس يعني المطلوب إن الحالة ديت من جذورها تنتهي من جذورها، عشان ما يبقاش فيه ديل بعد كده، ويبقى فيه تبقى يعني عبرة لأي حد يفكر يتطور بهذا الشكل. أشوفكم على خير في حلقة جديدة.